بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده نعمل مع بعض مخللات لرمضان. اول حاجه كده هنبدا ونقول معانا شويه كده من الليمون، كميه من الليمون. كنت جايبه 2 كيلو من الليمون وهو اخضر. زي ما انتم شايفين كده غسلته كويس قوي وحطيته في حله كده، حطيت نصها على النار نصها ميه، وهحط الحله كده على النار وهنغطي عليه. بما ان الليمون بتاعنا هنخزنه رمضان، فانا مش هسلقه سلقه كبيره، هسيبه بس كده قيمه 5 دقايق لما الميه تغلي، وبعد كده هطفي عليه. وتعالوا بقى نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا ونشوف المكونات بتاعتنا. هنحط مع الليمون شطه خضراء، بتدي الليمون طعم حلو قوي وبتدي له كده حرقان كده ونكهه كويسه. ومعانا كمان هريسه من الشطه، ومعانا كمان خيار. هنعمل كمان هنخلل كمان خيار وبشر من الجزر، 3 4 جزرات كده بتبشروهم، تغسلوهم وتبشروهم. ومعانا الملح الخشن، طبعا بنخلل بالملح الخشن، بيبقى جميل جدا، حلو قوي في التخليل، احسن من الملح العادي. وكمان نسبة الملوحة بتاعته او الضغط اللي بياكل منه ما بيحصلوش ضغط عالي كتير قوي زي الملح اللي هو ملح اليود العادي. زي ما انتم شايفين كده كل الحاجة بتاعتي، والليمون بتاعي انا سلقته ونزلته من على النار اهو وبردته، وبتغيري عليه كده من يومين 3 علشان المرارة بتاعته تنزل في قلب المية. الخيار بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، بنخلي الخيار البلدي يا جماعه، ما بنخللش الخيار الصوب، علشان الخيار البلدي بيعيش مده طويله، وبيعيش معاك وقت اطول، وبتبقى الخياره مقرمشه الوقت لاطول وقت وما بتتهراش منك. اما الخيار الصوب ده فبيبقى للاكل بس، للاستعمال اليومي، حتى ما بتجيبيش ما بتكتريش كتير وما بتخللهوش، علشان لو بتخلل بيتهرى وبيبقى كده مهري كده ومبيبقاش كويس في التخليل. معايا كده كيلو من الشطة، لأن هستعمل في الخيار وهستعمل في الليمون، والليمون بتاعي أهو. الشطة بتاعتنا لو هتستعمليها في الوقت الحالي أو مش هتخزنيها لرمضان، بتنغزيها كده بسكينة نغزة كده بسيطة في القرن، علشان الملح يدخل فيها وتحرقي معاكي بسرعة وتعرفي تستعمليها. طبعا البرطمانات بتاعتنا مغسولة كويس ومتعقمة، مغسولة بمية مغلية ومتعقمة بشوية خل. ونجيب بقى بعد كده الشطة بتاعتنا ونعمل بنحط الشطة في أرضية البرطمان، ما بنحطهاش فوق على الوش علشان ما تعومش، وعلشان ما تتهراش يعني. بنحط شوية كده في أرضية البرطمان من الشطة، وبعد كده بننزل عليها بشوية من الليمون. زي ما انتم شايفين كده بنعمل طبقة شطة وطبقة من الليمون. انا قلت قبل كده ان الليمون بتاعي انا ما سلقتوش قوي علشان هخزنه رمضان. بعد كده بنرجع نحط طبقة تاني من الشطة، وبنحط طبقة تانية من الليمون. بنخلي الليمون هو على الوش، ما بنخليش الشطة على الوش، علشان زي ما قلنا ما تتهراش مننا وتفضل معانا لوقت اطول، لان احنا هنعين البرطمان ده لرمضان. تعالوا بقى نخلي الخيار بتاعنا، والخيار هناكله في الايام دي، مش هنعينه رمضان، لان زي ما انتم عارفين الخيار من الحاجات من المخللات اللي هي روحها بسيطة ما بتقعدش وقت طويل. لو عايزه تعملي له رمضان فقبل رمضان باسبوع او بحاجه بسيطه خالص بنعمله، وبعد كده بيكون جاهز للاكل بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده برضو هنجيب البرطمان بتاعنا، قلنا مغسول ومتعقم كويس قوي. هنحط بقى شويه من الشطه في ارضيه البرطمان زي ما عملنا في الليمون، وهنجيب الخيار بتاعنا. وزي ما قلنا الخيار بتاعنا لازم يكون خيار بلدي، ما ينفعش يكون خيار صوب، ويفضل ان هو يكون الخياره صغيره، ما تكونش كبيره زي اللي انا عاملاها دي. بس هو ده اللي كان متاح عندي، هو ده اللي كان موجود قدامي، فالمتاح عندك اعمليه. اما لو قدامك بقى خيار صغير، يفضل الخيار الصغير يكون بقى جميل حلو قوي في المخلل، افضل من الخيار الكبير. وبعد كده بنحط بقى كده زي ما انتم شايفين برضو عملنا زي ما عملنا في الليمون، بنحط طبقة خيار وطبقة شطة، وهختم في النهاية احط خيارتين كده على الوش. طبعا انتوا شايفين الشطة والخيار يا دوبك كده معرشين في البرطمان، بتضغطي بايدك كده لحد ما تنزليها، بتكمخيها يعني او بتكبسيها، لان الحاجات ديت مجرد ما بتحط عليها الميه وتقعد يومين بس في الميه كده بتلاقيها دبلت وخست، وكل الكميه اللي انتوا شايفينها ماليه البرطمان دي هتلاقيها خست خالص، وهتلاقيها ما خدتش واخده مكان كبير في البرطمان بتاعنا. هختم في النهايه كده هحط شويه خيارتين كده كبار كده على وش البرطمان زي ما قلنا، علشان علشان الشطه ما تعومش وتتهرى مننا. واهم حاجه في المخلل لازم تكون حدق الميه او الملح، نسبه الملح او معيار الملح يكون مظبوط. هو ده اللي بيكون بيساعد على سلامه الخيار بتاعك، وبيخلي الخيار او اي مخلل معاكي يديكي نتيجه كويسه ويديكي نتيجه مضمون. اما لو الملح بتاعك قليل، اعرفي ان المخلل بتاعك هيتهرى وهيبوظ منك، ومش هيديكي النتيجه الكويسه او النتيجه المرضيه اللي انت عايزاها. حطيت الحاجات بتاعتي كده في البرطمانات زي ما انتم شايفين، الخيار والشطه والليمون والشطه اهو. تعالوا بقى نعمل المحلول بتاعنا او معيار الميه بتاعتنا في ال في ال في ال اللي هنحطها للمخلل بتاعنا.
لو انت لسه مبتدئه في التخليل بتعملي ايه عشان ما تهدريش في الميه والملح كتير، تعملي ميه معيار كبير وملح كتير وبعد كده ترميها. بتجيبي الحاجه بتاعتك بعد ما عبينا الليمون والخيار كده في البرطمانات، بتجيبي الميه وبتصبيها طبعا ميه مغليه ومتبرده، وبتصبيها على الحاجه بتاعتك لحد ما البرطمان بتاعك يتملى بالميه. تكون الحاجه متغطيه كويس قوي بالميه، وبعد كده بترجعي تفضي الميه دي في البوله اللي قدامنا اللي احنا حاطينها فيها الجزر دي، عشان كده تضمني ان هي ديت الميه المظبوطه اللي انت هتحطها للمخلل بتاعك. اما لو تقدري تعملي المعيار بنفسك كده من غير ما تحطي كده وترجعي تقلبي تاني، اعملي براحتك. اما الكلام ده لو انت لسه مبتدئه، بنجيب بشر الجزر بتاعنا وبنحطه على الميه اللي احنا عايرناها وحطيناها، وبعد كده بنجيب معلقتين كبار من هريسه الشطه. بتكوني معايره الميه بتاعتك طبعا، بكل كوبايه من الميه كوبايه كبيره ميه مج كبير بتحط عليه معلقه من الملح الخشن. تمام، انا عيرت الكوبايات بتاعتي طلعوا حوالي 10 كوبايات، فهحط لهم حوالي 10 معالق من الملح الخشن. اهم حاجه يكون ملح خشن يا جماعه. ويا سلام بقى لو عندك ملح من اللي هو الملح الهيمالايا، هو ده غالي قوي بس بيبقى حلو جدا للناس الناس اللي هي اصحاب مرضى الضغط، يعني ما تعرفش تاكل مخلل ولا كلام من ده. لو عملت بملح الهيمالايا لا هتتعبي ولا يحصل لك اي حاجه، بالعكس ده بيكون صحي جدا وفيه فوائد كتيره قوي للناس اللي هي اصحاب مرضى الضغط. حطينا الملح بتاعنا وهريسه الشطه، زي ما انتم شايفين هريسه الشطه بتاعتنا واحنا بنعملها بيبقى فيها نسبه من الزيت. انتم شايفين الميه فيها كده نسبه من الزيت اهو، فمش هنحتاج ان احنا نحط زيت على المخلل بتاعنا في نهايه البرطمان علشان ما يريمش ويديك الطبقه البيضاء اللي بتبقى على الوش دي. بنقلب بقى الملح بتاعنا وبتقلبي كتير علشان الملح الخشن بياخد وقت طويل شويه على ما بيدوب. لو حابه بقى تحطي ورق لورا، لو حابه تحطي معلقه من السكر، لو حابه تحطي شويه من حبه البركه بتضيفي. مش حابه، هي المكونات ديت كويسه قوي حلوه جدا. مكونات بسيطه وعاديه ما بتكلفش كتير، حاجات كلها موجوده في التلاجة موجوده في البيت. وبعد كده بقى بتجيبي كوبايه او مج وبتضيفي بقى المكونات بتاعتنا او المحلول بتاعنا، بتضيفيه بقى على الليمون، وبتضيفي على الخيار لحد ما البرطمان بتاعك يبقى الليمون متغطي كويس قوي بالميه او بالسائل اللي احنا عملناه، لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبنفس الطريقه بنعمل مع الخيار والشطه بتاعتنا، بعد كده بنغطيهم بقى وبنركنهم على جنب. الخيار بتاعنا مسافه 5 ايام بنستعمله بيبقى زي الفل. اما الليمون